السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلى على النبي. اي حاجة طبعا ايقنت ان احنا هنعمل سمك قدامنا، يبقى كده هنعمل سمك، اكيد مش هنعمل حاجة ثانية يعني. قبل ما نبدأ تنسوش تعملوا لايك واعملوا كومنت، صلوا فيه على النبي. جبنا ايه؟ جبنا طماطمايه قطعناها، وبصلايه قطعناها، وقرن فلفل رومي، مع جزرايه بشرناها. والله بصوا قافية كده في قافية كده في كلامي. وجبنا معلقه توم، ومعلقه هريسه الشطه اللي احنا عملناها، وعليهم يعني بتاع سنه ملح كده، شويه ملح، وعليهم سنه كمون. يبقى كده طماطمايه وبصلايه وفلفل وقرن فلفل رومي وجزرايه مبشوره، عليهم معلقه توم مفروم، ومعلقه هريسه الشطه، عليهم شويه ملح وشويه كمون. هتقلبهم في بعض كده بالشكل ده. تعمل ايه بقى بعد ما قلبتهم كده؟ هتجيب السمك وتحشي السمك بيه زي خلطه كده في السمك من جوه. بصوا السمك هنا كان نضيف ومنضفاه، طبعا احنا نضفنا السمك معاكم قبل كده، نضفاه كويس. بدأت بقى تحشيه وتحط في الراس كمان اهو كده. اهم حاجه نضافه السمك يا جماعه، عشان ما يبقاش فيه دم كده في السلسله بتاعت السمكيه وكده. هنا سمكيه وقعت جله من لا يسهو، مش مشكله، مش مشكله. بتحط بقى بتحشي الخلطه كده. عايزه اقول لكم الخلطه دي جامده، تحفه قوي. اهو كده. هتعمل ايه بقى؟ هتجيب الرده تبدره في الرده كده، تقلبه من الجناب، وبعدين تكون هي مولعه على الصاجه دي، تشويه يستوي من ناحيه، تقوم قلبها على الناحيه التانية زي ما انتم شايفين كده. اهو كانت مولعه عيون البوتاجاز كله. يعني كده. وممكن يتعمل في الفرن، مش شرط على البوتاجاز من فوق. نيجي بقى للخلطه اللي من فوق الوش. هو مش السمك مش هيبقى كده بس، في خلطه من فوق الوش. حطت ايه؟ جيبوا بطرمان هرسة شطه حطوا. حط بطرمان كامل. هنا ايه حطيت؟ كان في البطرمان، هي فاضت بالبطرمان لان البطرمان كان فيه معلقتين بس، كان اخر معلقتين فيه. حطت معلقتين هريسه الشطه، وما كانتش حراقه يعني، معرفش، ما كانتش حراقه المره دي. عليهم معلقه توم مفروم، وهتحط شويه خل. طبعا للي بيفكر ان هو البق ده اللي هنحطه، طبعا لا، احنا حاطينه في البطرمان ورجينا البطرمان وكبينا اللي في البطرمان. اهو كده. هنحط ايه بقى؟ شويه ملح وشويه كمون، وهنعصر ليمونه، وهنقلبهم مع بعض. يبقى كده هريسه الشطه مع الثوم مع الخل، ملح فلفل، ملح كمون، فلفل اسود ايه. ملح كمون، ليمون. اهو كده. هتعصر بقى الليمون دلوقتي. هي حطيت ليمونه كامله اهي بالشكل ده كده. لو وصلتوا لحد هنا متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وكملوا باقي الفيديو. حطيت ليمونه كامله اهي، وطبعا هنا الليمونه وقعت جل من لا يسهو. بعد كده بقى تقعد تقلبهم كده. طبعا ده هيترش او هيتحط على السمك من فوق بعد ما يتشوي. هنا بقى اهي بتطلع السمك بالشكل ده كده. بتشوفوا يعني بتختبروا استوى ولا لا. طبعا هي عارفه ده بقى، هي ادرى بيه. بعد ما استوى بقى، ما شوته اهي، تبدا بقى ترش الخلطه دي عليه اهو كده. هتخليه مليان خلطه تحفه. طبعا هو هيتبقى خلطه في الطبق ده بقى، هنقعد نغمس بيه كده، لان احنا اصلا احلى حاجه بنحبها في السمك، اكتر حاجه بنحبها في السمك هي الخلطه دي، غموس كده، حاجه عظمه. هي بصوا بتحط من عند الراس، بتغرقوا بمعنى اصح. بصوا القمر. وبس يا جماعه كده الفيديو خلص. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وروحوا تابعوني في صفحتي على الفيسبوك.